بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال وفي اتم صحة ان شاء الله. النهاردة حابة اشارك معاكم فيديو جديد وروتين جديد من روتيناتنا واجواءنا، اجواء الفلاحين. اتمنى ان شاء الله ان فيديوهاتي تعجبكم، واتمنى ان دايما اكون عند حسن ظنكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا في اول الفيديو حابة اشكركم اخواتي وحبايبي، ربنا يا رب يعزكم ويرضيكم. كل اخواتي واهلي اللي دخلوا يعزوا الدكتور محمد في وفاة اخته. إيه يعني ربنا يعزكم ويرضيكم يا حبايبي، ويا رب ما نعزكمش ابدا في غالي يا رب، اللهم امين. بجد ده اللي انا يعني ده عشمي فيكم فعلا. ودي الاخوة اللي بينا، ودي المحبة اللي بينا، اللي ربنا يا رب دايما كده يديمها ويجمعنا مع بعض دايما يا رب في الفرح وفي الهنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا دكتور محمد مشكورا دخل على التعليقات ورد على الناس اخواتنا وحبايبنا اللي دخلوا عزوه، وكمان دخل يعني شكرهم في التعليقات وكده. طبعا احنا كلنا اخوات مع بعض، ومفيش بينا شكر ولا في بينا الكلام ده كله، احنا كلنا اهل، وربنا يا رب يعزكم جميعا، ويا رب كده يرحم موتانا وموتى المسلمين جميعا يا رب، اللهم امين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الفيديو بتاعنا النهارده طبعا انا مسرعه الفيديو يا حبايبي. اخواتي اللي بيقولوا لي يا ام امير ما شاء الله عليكي انت سريعه. ربنا يا حبايبي يعزكم ويرضيكم يا رب، كنت اتمنى ان انا اكون سريعه كده، بس طبعا الفيديو بكون مسرعاه لان اليومين دولت انا اللي بصور، يعني خلاص بقى الدروس بدأت وكده، حتى لو العيال معايا في البيت، يعني العيال كانوا موجودين والله معايا، بس انا برضو مش حابة ان انا اشغلهم، وحابة ان انا اعتمد على نفسي، فبفتح الكاميرا وبحطها كده، بحط التليفون على الستاند وابدأ اصور، فبيكون المقطع طويل او الفيديو طويل، ففي المونتاج برجع بقى ايه اسرع الفيديوهات عشان وقت الفيديو ما يبقاش طويل وما يبقاش فيه ايه ملل وزهق يعني من الفيديو كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فانا مسرعه الفيديوهات يا حبايبي، يعني انا مش سريعه للدرجه ديت، لا انا بسرع الفيديوهات شويه، يعني الفيديو بضربه في 2، يعني لو الفيديو 10 دقايق بضربه في 2، او مش عارفة هي بقسمه على 2 فبيصبح ايه 5، بدل ما مدته 10 دقايق لا 5 دقايق بس، بحيث ان الفيديو ما يبقاش طويل زيادة عن اللازم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا الفيديو بتاعنا ده كان فيديو كده العصرية، وزي ما انتم متعودين مني ان دايما فيديوهاتنا، وطي صوتك يا امير، دايما فيديوهاتنا بتكون معظمها وقت العصر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا عشان اظبط الستاند واشتغل انا واصور ده بياخد مني وقت اطول شوية، في وقت الصبح ده عندي يعني، طبعا حتى لو العيال موجودين فهم ما بيصحوش بدري، بيصحوا متأخر، وانا بخلص شغلي قبل ما بيقوموا من النوم. وعشان ان انا اظبط انا واشتغل فهياخد مني وقت، وانا بحاول على قد ما اقدر اكون سريعه واخلص بسرعه قبل الشمس ما تسخن كده او ما تطلع، لان صراحه اول ما الشمس بتطلع انا بحس خلاص ما اقدرش اشتغل ولا اعمل حاجه، يعني شغل كلته بيكون يعني على قد ما اقدر بيكون قبل الحر وقبل الشمس ما تطلع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فعشان كده معظم تصويري بيكون العصر مش الصبح. فالفيديو بتاعنا النهاردة ده كان العشاء، كنت بعمل العشاء، كنت بعمل كده بسلة على لحمة. طبعا انا بسوي اللحمة لوحدها الاول، وبعد كده بعمل صلصة عادية خالص او تسبيكة عادية خالص،
او زي ما بتسموها تجلية او صلصة زي ما بتحبوا يعني، او زي ما كل مكان ليه ايه اسم بيسميها. فاحنا عندنا بنسموها تخديعة. اللهم صل على سيدنا محمد. بصلاية صغننة خالص كده، الجو حر طبعا ومش مستحمل لا تسبيك ولا اي حاجة، فهي بصلاية صغيرة كده اديتها لون. وكان معايا 3 فصوص توم بس مفيش اكتر منهم، وعود كزبرة خضرة، عودين كده كزبرة خضرة. دجيت الكزبرة والثوم في الهون، ونزلت بيهم على البصلة اللي اديتها ايه لون اصفر يدوب كده، وشميت ريحة التومة والكزبرة الخضرة كده، ونزلت بالطماطم اللي انا ضرباها في الخلاط او فرماها في الخلاط. وبعد كده حطيت البهارات بتاعتي، معلقة بهارات 7، رشة ملح، رشة كمون، على كزبرة ناشفة وفلفل اسمر، بس مفيش اكتر من كده. وبحط طبعا ايه رشة سكر كده عشان برضو ايه يعني الطماطم والحموضة والكلام ده كله تبقى التخديعة ديت يعني حنينة على الصدر شوية، لان الجو حر ومش مستحمل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وبعد كده نزلت بالبسلة بتاعتي اللي هي متفرزة، يعني لو لاحظتوا كان الجزر والبسلة متجمدين لسه والله. اللهم صل على سيدنا محمد. وبعد كده اللحمة اللي انا كنت مسوياها كمان حطيتها ايه مع البسلة ومع التخديعة ديت، وسبتهم كده على النار، نجمتهم طبعا على العين الصغيرة، وسبتهم كده ايه يعني يستووا بقى على الهادي كده مع نفسهم. وبدأت احمر شعرية وغسله رز كده. هعمل ايه رز على شعريه طبعا برضو الطريقه انتوا عارفينها. حمرت الشعريه ونزلت عليها بالرز المغسول والملح بتاعنا، وسبت الحاجات دي ايه تستوي على النار كده. ده كان العشاء بتاعنا وكان يعني اليوم كده يعني، او وقت العصريه كان هو كده في المطبخ، شغلي في المطبخ وقت العصر العشاء. وبغسل مواعين الغدا جنب مني، يعني احنا بعد الغدا بنتغدوا اذان الظهر بالظبط، وبشيل المواعين وبأدخل انام، مش بعمل حاجة تاني يعني. مش بغسل المواعين وقت الغدا بالظبط، لا، بنتغدوا وادخل انام على طول، لان صراحة بكون جاية بدري وخلاص يعني. وقت اذان الظهر ده والله العظيم عايزة اقول لكم الغدا بيعدي بالعافية، اللي هو يدوب بتغدى وخلاص بقى يعني. حتى ساعات بكون ناوية ايه يعني، مثلا بكون مش جايمه بدري جو مثلا، يعني في ايام ما بقومش بدري جو، خصوصا اليومين دولت انا ما عنديش حليب ولا عندي حاجه، هي بقره واحده اللي بحلبها، فما بتاخدش مني 5 دقايق والله العظيم حليب. فما بقومش بدري، يعني بقوم ايه في حدود 6:30، احيانا 7، احيانا 7:15، في الحدود دي كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بس برضو عشان انا متعوده ان وقت الظهر بنام، فبيجي ميعاد الظهر كده او وقت النوم بتاعي، خلاص ابص الاقي عينيا بقى بدأت تدمع، الصداع يشتغل في دماغي، جسمي يوجعني، خلاص انا عارفة ان ده مش تعب، ده نوم. يعني اعراض النوم بتاعتي بتجيلي كده، اللي هو صداع، زغللة في عينيا وعينيا تدمع وجسمي يوجعني. انا عارفة نفسي ده وقت النوم بتاعي، خلاص بخش انام، بقوم ايه كويسة. حتى لو جاي من النوم متأخر الصبح، خلاص هو عشان متعودة على وقت النوم يعني. دي عندنا اسمها الجيالة، يعني لازما من الجيالة ديت او وقت القيلولة دهوت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جنب مني كده بقى مواعين الغدا اللي احنا كنا راكنينها وكسلانين عنها. وقت الغد وقت العصر كده وانا بعمل العشاء، بعمل ايه بغسل المواعين بتاعتي جنب مني. وبعد كده طبعا في الوقت ده انا بكون نازلة بدري شوية للمواشي بتاعتنا، بطلعها تتعشى، ولكن مش بأكنس الزريبة ولا المربط أعزكم الله غير قبل المغرب بشوية أو بعد العصر. يعني بطلع المواشي تتعشى، أحط لهم الأكل بتاعهم ويتعشوا زي ما انتوا عارفين كده، بطلعهم ياكلوا وجبة خضرة برا وأعشي الطيور. وبعدين ادخل اكمل بقى اعمل عشانة واغسل مواعين الغدا واشوف شغل البيت من جوه، واطلع بعد كده اكنس الزريبة واكنس المربط. بيكون ايه الجو يعني بدأ يطر شوية، لان الشمس بتكون عندي في المكان برا،
وزي ما انتوا عارفين الدنيا حر، وانا ايه ما بستحملش الحر للامانه. يعني اي شويه حر كده او شويه او الشمس ما بتكون طالعه بتعمل لي هبوط. يعني الشمس دي لو يعني حصلتني كده في اي شغل بحس ان هي عامله لي هبوط ومش قادره اشتغل اساسا. فبستنى الجو يرطب، وفي نفس الوقت ان انا بكون استفدت من الوقت بتاعي في اللهم صل على سيدنا محمد في العشاء. بعمل العشاء واغسل المواعين اللي عندي في المطبخ واروق دنيتي كده في المطبخ. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. وبعد كده يا حبايبي انزل بقى الجو يكون رطب كده شويه، نبداوا بقى الروتين بتاعنا اللي هو بره عند نكمله كده عند الطيور وعند البهايم. ما نمتوش ليه يا حبايبي؟ لسه هتصلي يا ياسمين؟ طب يلا يا ياسمين عشان هتصحي بدري يا ماما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بعد كده بانزل. طبعا انا حبيت النهارده ان انا احلب كده في المربط بره، عشان انتوا عارفين الاضاءة في الزريبة ما بتكونش حلوة، بتكون الدنيا ضلمة في الزريبة، حتى لو بدري لسه بتكون برضو الدنيا ضلمة. فانا حبيت والله ان انا اشارك معاكم مقطع الحليب. طبعا اخواتي وحبايبي اللي يحبوا يسمعوا صوت الحليب وبيحبوا يشوفوا الاجواء ديت، انا والله العظيم يا حبايبي مش مانعة ابدا ان انا يعني اصور معاكم الحاجات ديت، بس هو الاضاءة اللي في الزريبة ما بتبقاش حلوه. فجتني بقى الفكرة كده ان انا احلب في المربط بره، بتكون الاضاءة الرباني دي بتكون حلوة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. آه، فانا كنت كنسل الزريبة ومنضفاها، وبعد كده قعدت للبقرة بتاعتي. طبعا البقرة دي بس اللي في النص جنب الحمار دي، يعني ورا منه الحمار اهوت. البقرة دي بس هي اللي بتحلب، انما اللي يم هنا دي اللي في وش الكاميرا اللي يم قدام ديت دي يا حبايبي خلاص نشفت ما بتحلبش بإذن الله تعالى. هي عشر بس هي صراحة هي نشفت بدري، يعني هي قدامها يعني تقريبا زي 3 شهور وتولد. تقريبا كده 3 شهور، 8 و9 و10، يعني على ما أعتقد هتولد في آخر شهر 10. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا البقرة دي أنا نسيت التاريخ بتاعها للأمانة، اللي هو ما سجلتوش. يعني أنا عاملة كده عندي عاملة أجندة كده أو كراسة بأكتب فيها تاريخ العشر بتاع البهايم بتاعتي وكده، وأي حاجة. يعني عايزة أقول لكم حتى دروس العيال بتاعتي بكتب مواعيدهم، مواعيد الدروس. بكتب أنا دفعت يعني مثلا أي مدرس بدفع له بكتب أنا دفعت يوم كام وشهر كام. لأن أنا بنسى بطريقة جامدة. يعني لما بقول لكم أنا بنسى في الفيديوهات والله العظيم مش بكون بهزر، أنا بجد بنسى بطريقة، يعني بطريقة اللي هي تخوف. فضمانا لده كلته بكتب اي حاجة انا خايفة انساها، بكتبها في الكراسة ديت او في الاجندة دي. مواعيد بقى دروس العيال، ارقام تليفونات المدرسين، مين دفعت له الشهر ده مين ما دفعتش كده يعني. وفي نفس الوقت كمان تاريخ العشر بتاع المواشي بتاعتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فالبقرة دي بقى ما كتبتش، انا نسيت اصلا اكتب التاريخ بتاعها، فانا ما كتبتلهاش. فهي ان شاء الله يعني على ما اعتقد كده، يعني بالاستنتاج بتاعي ان هي ان شاء الله هتولد في اخر شهر 10 باذن الله يا رب من غير مقاطعة. فهي ما خلاص هي بس هي نشفت نفسها. يعني انا كنت بحلبها بس هي نشفت نفسها، فخلاص سبتها. يعني منين ما يجي الخير يسد بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وإنما البقرة دي بقى دي اللي أنا بأحلبها يعني. طبعا هي والدة قريب وبتها مفطومة، يعني خلاص بتها مفطومة من فترة فأنا بحلبها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
بعد كده يا حبايبي، بعد ما حلبت البهايم دخلتهم الزريبة. طبعا الروتين بتاعي بره مش كده، بس ان انا حلبت البقرة وخلاص، لا، انا كنست الزريبة ودخلت تبن ودخلت سلاج. السلاج اللي هو الذرة الاخضر المفروم اللي احنا بنحطوه في الاكياس الزرقاء اللي جنب الزريبة ديت. اللهم صل على سيدنا محمد. والعجول الصغيرة اللي في الزريبة، عندنا عجلتين صغيرين اللي هي كانت فيها اللي هي كانت تعبانة وفيها اسمه الجلد العقدي ديت، اللي كان عندها دور الجلد العقدي. الحمد لله يا رب، اللهم لك الحمد، هي خفت منه. والعجلة بقى التانية الصغيرة اللي انتوا عارفينها، اللي هي كانت مولودة وانتوا شاركت معاكم، يعني اما كانت صغيرة وكده لسه مولودة. فبرضو دخلت لهم مية زجتهم لان بياكلوا علف وتبن. ما بحط لهمش سلاج، انا بحط تبن وعلف على ردة. بنشتروه علف كده جاهز للمواشي وردة. ان شاء الله ابقى اوريكم في فيديو ان شاء الله اوريكم العلف اللي احنا بنعلفه بيه العجول الصغيرة. والطيور طبعا كنت معشياهم برضو، والطيور الكبيرة بدخلها العشش، والطيور الصغيرة بسيبها تطلع بره عشان ايه؟ تتنفس كده وتاخد يعني شوية هوا، عشان الطيور الكبيرة طول ما معاهم بره ما بيكونوش واخدين راحتهم، بيفترسوهم يعني وكده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وبعد ما زجيت البهائم الكبيرة ودخلتها على التبن والسلاج جوه، بدأت بقى أكنس مكانهم المربط اللي أنا بأكنسه ده أو بنضفه ده قدامكم، ده المربط. الحمار ده بيستنى بره في فصل الصيف، بس بيستنى بره في المربط، بأسقيه واحط له الأكل بتاعه بره. لكن في الشتاء بيخش الزريبة، بتكون الدنيا ساقعة، فبندخلوه مع المواشي جوا في الزريبة. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. أنا حبيت أشارك معاكم كده يعني الأجواء بتاعتنا، اخواتي وحبايبي اللي بيقولوا دايما يا أم أمير شاركينا يعني وقت الكنيس في الزريبة يعني والحاجات ديت. انا بشارك معاكم يا حبايبي، لكن من وقت للتاني مش دايما، لان برضو مش عايزة ان الفيديوهات تكون متكررة ومملة كمان بالنسبة لكم. فعلى قد ما اقدر بحاول ان انا انوع في الفيديوهات بتاعتنا. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. عايزة اقول لكم الجو رغم ان الشمس يعني ما كانش فيه شمس، الشمس كانت مغيمة خالص، بس يا حبايبي الجو كان نار. ربنا يا رب يعزكم ويرضيكم ويكفيكم شر النار وشر حر جهنم يا رب، اللهم امين. الواد امير بقى كان بيلعب حواليا، وياسمين برضو جت لعبت شوية. ياسمين بنتي ما ملهاش في شغل الزريبة ده خالص يعني ما ملهاش فيه خالص، فهي بتيجي متفرجة بس. فهي جت كده لعبت شوية برضو، قاعدة تلعب مع الأرانب وأمير يلعب ويجيب مية ويكب والكلام ده كله حواليا كده. وأنا برضو شغالة مع نفسي، ما اعتمدتش عليهم في التصوير، وكنت مشغلة التليفون وظابطة الستاند بتاعنا وشغالين كده. صح حلو التصوير يا أمير؟ اتكلم عشان يسمعوك، سلم على الناس، قول لهم ازيكم، ازيكم. عاملين ايه. قول لهم اصبحوا على خير، انت لسه صاحي ليه؟ يلا روح نام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اتمنى يا حبايبي ان الفيديو يعني هو الفيديو النهارده طويل شويه، بس والله انا برضو مسرعه الفيديو بتاعنا على قد ما اقدر. اتمنى ان الفيديو يعجبكم، واتمنى ان دايما اكون عند حسن ظنكم. واللي ما حطش اللايك وعجبه الفيديو اتمنى يحط لي اللايك، واللي ما اشتركش وعجبه الروتين اتمنى ينورني. اشوفكم على خير والسلام عليكم.